بعد توقيع مذكرة تفاهم بين العراق ولبنان في المجال الصحي، ها هو وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين العلوان في ضيافة نظيره اللبناني الدكتور جميل جبق، وعلى جدول الأعمال بروتوكولات تعاون ثنائي استكمالاً للمحادثات واللقاءات التي كان قد بدأها جبق في بغداد الشهر الماضي. نحن الآن طبعاً نتحدث عن تنفيذ مذكرة التفاهم بين العراق ولبنان، وإن شاء الله في ختام هذه الزيارة ستكون لدينا خطة تنفيذية نبدأ بتنفيذها بأقرب وقت ممكن. سوف نبدأ بتنفيذ هذه المذكرة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي واللبناني. وبحب أحكي من هون أنه نحن وضعنا خط ساخن للأخوة العراقيين الموجودين في لبنان بداعي الاستشفاء والعلاج. وضعنا خط ساخن هو 12-14 المقسم 3. أي مشكلة تواجه أي مريض عراقي بلبنان بكفي أن يتصل على الخط الساخن لحتى نلبي دعوته ونعالج أي مشكلة ممكن يواجهها بلبنان. العلوان وجبق بحثا تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي في مجالات الاستشفاء والعلاجات والتكنولوجيا المتعلقة بالدواء والإخلاء الطبي من العراق إلى لبنان. وكان العلوان على موعد مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون ليؤكد له على أهمية الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في نهضة القطاع الصحي العراقي، فيما كشف جبق عن بعض التسهيلات الصحية للعراقيين. سررنا كثيرا بالدعم المطلق لفخامة الرئيس لكل ما سيؤدي إلى تقوية التعاون بين العراق واللبنان في المجال الصحي. تحدثنا بشكل سريع حول آفاق التعاون في إعادة بناء النظام الصحي في العراق، وكذلك تقوية التعاون في كافة المجالات بين القطاع الصحي في لبنان والقطاع الصحي في العراق. وأبدى فخامة الرئيس دعمه الكامل لهذا التعاون، وليس فقط في القطاع الصحي وإنما نقل أيضا رغبة فخامته في أيضا تقوية التعاون والعمل المشترك في كافة القطاعات الأخرى في العراق. جهوزية تامة للتعاون المجدي والوثيق بين البلدين على الصعيد الصحي، هذا ما لمسناه من هذه الزيارة التي من شأنها إرساء عمل جدي يخفف على العراقيين الموجودين في لبنان هم الاستشفاء ويؤمن لهم العلاج بكلفة زهيدة وبطريقة مميزة. من بيروت، ليا ساسين، قناة السومرية.